السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية على قناة علمتني الحياة مع سما وسلسلة الكتب المسموعة. ومعانا لسه السلسلة بتاع الجميلة نهى زهرة اللي هنتكلم فيها عن حاجات مهمة تساعدنا فهم نفسنا وتطوير ذاتنا. والكتب أحلى ما فيها إن أسلوبها سهل وبسيط وبيوصل لأي حد، وكمان فيها تمارين عملية وتدريبات تساعدنا على تنفيذ وتطبيق اللي احنا بنقراه. مش هيبقى مجرد كتاب قرناه وعدى، لا ان شاء الله هيبقى له اثر وهيبقى له نتائج تبان علينا ان شاء الله. وهنكمل مع كتاب اقفشي عقلك في 30 يوم. ووصلنا ان احنا كنا عاملين بقى تمارين المره اللي فاتت. يا رب ان شاء الله تبعتوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ان احنا نفذنا التمارين، وادينا ماشيين مع بعض خطوه خطوه عشان ان شاء الله نحقق الفايده. المره دي هنتكلم عن ذنوب الخلوات. اللي بتعمله وانت متداري بيبان على ملامح وشك مهما حاولت تداري. ده اللي كنت بقوله لابني اللي في مرحلة المراهقة، وبقولها لنفسي قبليه. لما فكرت في المعنى اتخضيت. يعني ايه انا بستخبى من الناس واعمل لهم حساب قوي علشان لو شافوني هيبقى شكلي وحش قوي؟ ما فكرتش ان شكلي فيه اوحش حالاتي هيبان قدام اللي خلقني. يعني انا اعصيه والباب مقفول وهو يدخل لي هوا من تحت الباب علشان اتنفس؟ هو ردي طيب هيكون ايه لما ربنا يسألني اما استحييت تعصيني؟ ده انا لساني شغال زي البربنت على الفاضيه والمليان، وقدام ربنا ما عنديش حاجه اقولها، ما عنديش فعل يرضيه. ده اللي شجعني اني ابحث وادور في ذنوب الخلوات واكتب افكاري عنها، اكلم فيها اولادي واحاول بقدر المستطاع ابقى قدوه. وافضل المصادر كان دكتور محمد راتب النابلسي عن ذنوب الخلوات. الواجب بتاعي من افكاري او القرار اللي قررت انفذه كل ما ارتكب ذنب في خلوه هو اني لو عملت ذنب وانا لوحدي بعدها على طول هعمل طاعة مستخبية بيني وبين ربنا واستغفر كتير. يا ترى لما تدوري انت كمان في ذنوب الخلوات هتكتبي ايه؟ هتوصليها للي حواليك ازاي؟ وقرارك اللي هتختاريه من افكارك علشان تنفذيه هيكون ايه؟ عندي فضول اعرف. ذنوب الخلوات. استحضر رقابة الله عليك. اصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. لا تجاهر بذنبك وجدد التوبة. استغفر الله تعالى صادقا من قلبك. ما تستهترش بالمعصية. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ماذا سيكون الرد؟ اسأل الله العفو والعافية. الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. إذا خلوت بذنب فاخلو بطاعة. انت كمان عندك مكان تقدري تكتبي فيه ذنوب الخلوات، أو تقدري تكتبي عنها وإزاي هتتعاملي معاها. من الودن دي للودن دي. هو انا كل ما اشوفك الاقي وشك بيضحك من الودن دي للودن دي؟ دي جمله غريبه كانت دايما تقولها لي مدام ايمان مدرسه الفرنساوي اللي كانت بتدرس لي في اعدادي. مش عارفه ليه نطت صورتها في عقلي من غير مناسبه، فافتكرت جملتها الجميله ولقيت نفسي لا اراديا ابتسمت. ايه ده؟ هو كل حاجه تشتغل في عقلي هتبان على ملامح وشي كده في ثانيه؟ مش عارفه. طيب تعالي نجرب كده. حاولي تفتكري كلمه او موقف مشهد ضحكك قبل كده. وانتي بتحاولي تفتكري هتلاقي ابتسامة عريضة بتترسم على وشك لا إراديا. سيبيها عادي. اثبتي على الابتسامة دي شوية كده. لاحظتي استجابة جسمك لابتسامتك؟ حاسة نفسك أحسن شوية عن لما كنتي من دقيقة؟ صح؟ ضحكت عليكي وضحكتك. ثبتي ضحكتك الحلوة دي بقى على وشك النهاردة وشاركي بيها الناس. ما تنسيش تجددي النية. مش عايزة أقولك التغيير والفرحة الكبيرة والضحك الكتير لما درست يوجا الضحك وبقيت أنشر الموضوع بين الناس. فرق معايا أنا إزاي؟ الابتسامة الحلوة مفتاح لقلوب الناس، وممارسة الامتنان أحلى وأحلى. أنا ممتنة لوجود كل الناس الحلوة اللي في حياتي. افردي وشك ولاش تبقي نكدية، خلي ضحكتك من الودن دي للودن دي. يا اختي احمدي ربنا. علاقات ممتنة لوجودهم في حياتي. والكاتبة ذكرت أسماء معينة للعلاقات ديت، انت كمان تقدري تنفذيها. أكبر نعمة ربنا أنعم بيها عليا أهلي، أبويا، أمي، زوجي، أولادي. نقاط القوة عندي ابتسامتي، إيجابيتي، شغلي. إحنا كمان ممكن نطبق دول. أنا ممتنة لجسمي وصحتي، قادرة أشوف وأسمع وأتكلم، قادرة أقف على رجلي، قادرة أعيش وأخدم أولادي. ممارسة الامتنان. أنا ممتنة ماديا علشان عندي دخلي الخاص، مستورة ماديا، عندي بيت وعربية. لو حاسة إن حظك قليل خدي جرعة امتنان كل يوم.
على مستوى الروح انا ممتنة علشان الضحكة اللي من القلب، الوقت اللي بصلي فيه بخشوع، اكتشفت التأمل بكل انواعه، ناس ساعدتني في حياتي، والكاتبة كاتبة بعض الاسماء اللي ساعدتها في حياتها. احنا كمان نقدر نعمل نفس اللي الكاتبة عاملاه ده، ونكتب الحاجات اللي احنا بنمتن لربنا وبنحمده عليها، وهي سايبه لنا في الكتاب. لو انت معاكي نسخه من الكتاب سايبه لنا اماكن نكتب فيها، ولو انت مش معاكي الكتاب تقدري تنفذي ده بنفس الطريقه اللي في الورقه كده او في الكتاب كده، تقدري تعملي ده وتخليه في الاجنده الخاصه بيكي وتكتبي، وده هيبقى له اثر حلو قوي على نفسيتك. زودي القيمه الغذائيه للعك اللي بتعكيه. كانت الجملة العظيمة اللي قالتها الجميلة هبة أنور لما حضرت معاها البرنامج الرائع اللي بتقدمه وبيساعد على إننا نعمل اختيارات أفضل في نظام أكلنا. الجملة دي خلتني أفكر إني أعمل تحدي 100 يوم مع نفسي استعدادا للتغيير. 100 يوم هتبقى صحتي بعدهم أفضل، وهيبقى اختياراتي في نظام أكلي أفيد. طيب إزاي؟ أنا أصلا مقاومتي في موضوع الأكل ده عالية، وصعب جدا أتبع نظام غذائي مختلف، والليلة دي طيب يا ست نهى، ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعلشان كده اشتركت مع هبة. ودي مش المرة الأولى اللي ألجأ لشخص يساعدني ويعيني على تغيير نظامي الغذائي للأحسن. هبة بقى ادتني دفعة تانية، دفعة هايلة بجملتها العظيمة اللي هي عايزة تعكي يا حبيبة قلبي عكي. هي بتعمل ايه؟ ما بتستدعيش عندي المقاومة العقلية، زودي بس القيمة الغذائية للعك. هي بتعمل ايه برضو؟ بتحقق معاكي الحد الأدنى من هدفك وبتحطلك أول خطوة تمشي فيها. يعني لو طلعت من البرنامج بتاعها بالجملة دي بس، أنا مستفيدة استفادة عظيمة إني أخدت منها وكملت. وعملت لنفسي تحدي 100 يوم لتزويد القيمة الغذائية للعك، وكل يوم بقلل حاجات من اللي مكتوبة تحت دي أو أزود حاجات، وبعدين ألون اليوم أو أكتب التاريخ. وطبعا بعد ما تخلصي 100 يوم هتبقى عادة، يلا بقى جه دورك، دي الحياة ملهاش إعادة. دي خطة 100 يوم لصحة أحسن وأكل مفيد. كانت الكاتبة كاتبة إنها بتزود مياه مياه مياه، خضار، فاكهة، سموزي، أكل مشوي، عسل ومكسرات، وبتقلل. هي عاملة قيمة باللي بتزوده وقيمة قايمة باللي بتزوده وقايمة باللي بتقلله. كاتبة أقلل أو أستبعد خالص ملح، سكر، نسكافيه، مقليات، أكل من بره، زيت وزبدة. وديت ممكن تكون برضو حاجة تساعد شوية الناس اللي عاملين زي كده. ويلا نبدأ مع بعض أنا وإنتوا خطة 100 يوم بجد لتحسين النظام الغذائي. هحاول أعمل برضو قائمة، وإنتوا كمان اكتبولي شاركوني بالقائمة بتاعتكم أو بالمقترحات بتاعتكم في الكومنتس، وقولولي هتستبعدوا إيه وهتركزوا على إيه علشان نزود قيمة غذائية للعك اللي إحنا بنعكه في أكلنا كل يوم. ومش عايزه اطول عليكم، وهكتفي بده في الحلقه ديت. ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل، ولعل المانع خير. وان شاء الله هستنى ارائكم في الكومنتس، ويا ريت متحرمونيش من اللايك والشير والسبسكرايب. ويا ريت اللي بيتابعني والمحتوى عاجبه ويحب يعني يدعمني ويساعدني يشترك في القناه، لان انا ملاحظه من الاحصاءات ان معظم الناس اللي بتتابعني مش مشتركين في القناه، فيا ريت تشتركوا، ده بيدعم القناه وبيساعدني اكتر ان انا اوصل لعدد اكبر والفايده طبعا ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، مع السلامه.